كان عندنا بيت أنا وجعفر في أول الطريق بحر البلد. كنا دايما بعد ما نخلص شغل نروح ونقعد فيه نشرب لنا حجرين نروق دماغنا قبل ما كل واحد يروح على بيته. اليوم ده كان عندي شغل في الأقصر وكان المفروض إني هبيت هناك. قدرت أخلص الشغل بدري، قلت روحي أرجع البلد وبالمرة أعدي على البيت لو لقيت جعفر أشرب معاه حجرين وأحكي له على اللي عملته في الأقصر. لما وصلت لقيت أبوك الله يرحمه طالع من البيت، سلم علي وقال لي حماتك ما بتحبكش، لو كانت بتحبك كنت جيت بدري، جعفر كان ذبح لنا خروف. وسلم علي ركب عربيته ومشي. أنا داخل البيت كان الباب موارب، سمعت سليم بيقول مفعول ما هيبتديش قبل 3-4 ساعات، لكن راح البيت وقعد مع مرته وولده. دخلت لمحت سليم بيلم اطباق فيها بقايا اكل. حسيت ان جعفر مش طبيعي، سألته مالك؟ قال لي اي كلام وقعد جنبي مسهم. تاني يوم الصبح عديت على جعفر في الشغل كيف ما تعودت. قال لي ان ابوك مات ولازم نروح نعمل الواجب. واحنا في الطريق عدى على الدكتور اسماعيل حكيم الصحة، كان صاحب الروح بالروح وهو اللي كتب شهادة الوفاة لابوك وتصريح الدفن. وشفته هو بيديله ظرف ملان فلوس. ساعتها تأكدت ان جعفر عمل عملته، لكن ما كنتش اقدر اتكلم، ما كانش في يدي دليل، وفي نفس الوقت كان صاحبي وبحب الروح بالروح قبل ما يبقى اكبر عدو لي. امي كيف اتجوزت بعد كده؟ امك مالهاش ذنب وما غلطتش. بعد موت ابوك الله يرحمه فضل جعفر مراعيها وبيعاملها معامله زينه قوي، لكن ظروفها اتلخبطت. وساعتها جعفر عرض عليها الجواز ووافقت. دخل بيها على مرته إجلال، كانت من عيلة كبيرة قوي، كانت ست قوية. وعشت انت ووالدتك مع جعفر ومرته وبناته 3 سنين، وخلفت منه أخ ليك. يوم من الأيام سافر جعفر رحلة طويلة للشام، رجع لقي والدتك خدتك وطفشت. أنا ما عرفتش أياميها إيه السبب وهو ما قاليش، لكن فضل يلف عليكم مصر كلها لحد ما تعب وبطل يدور. همني دلوقتي، أحب على هدك. همني دلوقتي، مش قادر أسمعك. وأنا مش هقول لك ولا كلمة، بس تعالى أوصلك زي ما خدتك عشان أطمن عليك. لزين لزين